قاعد كده واحد زملكاوي يتكلم عن الاهلي، ده سيدك وتاج راسك وهيفضل سيدك وسيد اسياد القاره. اقول لك ايه يا زمالك يا اخويا، ما تيجي تلعبني بيل، تعالى والله العظيم لعبني بيل. اقول لك على حاجه، قلب 5 اصحابي واجي العبك والله هكسبك. وصلك الفكره؟ يا فرقه فاضيه يا فرقه فاضيه. سنظل اوفياء، خليك يا اخويا في سنظل اوفياء ونادي القرن الحقيقي والسبعه اكبر من 9. فين الفرقه؟ فين ايه يا ناصر؟ مالك يا ناصر؟ ده انت ولا حصلت الاسطى ناصر. في ايه يا قلب اخوك؟ مالك يا زمالك؟ مالك يا حبيب؟ ولا بتعرف تلعب كوره ولا بتعرف تلعب باسكت ولا بتعرف العبك ايه؟ العبك رفه؟ تلعبني طوبه ورقه مجاس عشان ممكن تكسب؟ والله خايف تخسر اقسم بالله فيها. فين ايه الاداء؟ ايه المستوى ده؟ ايه المستوى اللي انتوا بتلعبوا بيه ده؟ يقول لك اصل النادي الاهلي ده عمك. النادي الاهلي ده عمك، ما تتكلمش عنه. لما تيجي تتكلم عنه اقف احترام وانت بتتكلم عنه. انت مين عشان خاطر تتكلم عنه؟ انت ولا حاجه، وهتفضل طول عمرك ولا حاجه، وانت اصلا ما كنتش حاجه. انت بالونه. وصلك الفكره؟ فرجعتها. وسؤال بسيط، كابتن محمد الشناوي سألك سؤال بسيط بما يرضي الله، دي لازمتها ايه؟ وانت حارس مرمى وانت فاهم وانا فاهم ومش عايز اوضح. فمبروك للنادي الاهلي بطل السوبر، مبروك للنادي الاهلي بطل ابطال القاره، مبروك للنادي الاهلي بطل مصر، مبروك للنادي الاهلي. اقول لك على حاجه يا زمالك، انا رايح اجيب ابويا واخويا وابن خالتي وابن عمتي وهاجي العبك على بطولات الدوري اللي عندك وهكسبك.